الله تعالى وبركاته. اليوم والليلة ما يوافق اليوم والليلة ما يوافق 22/6/2023. مش نعملوا فيديو ردة فعل على آخر فيديو متاع الأنس الشيب. الحنا نبدأ وإن شاء الله نكون شاكرين. راح نطبخ المنسف. والله حبايبي القلب، اهلا فيكم بهالفيديو الجديد. طبعا حبايبي فيديو اليوم لاول مره انس راح يطبخ. وشو راح نطبخ بفيديو اليوم؟ راح نطبخ المنسف. سامحوني، اوكي مش تطبخوا المنسف؟ اوكي على عيني وراسي، تحيات لأهل الأردن منها. أول قررت اصور معها هذا الفيديو لانه في كثير تعليقات. انا صور لنا كمان فيديو مع ماريا فجبت معي بفيديو. تعليقات هذم خرفان ورعان. اللي نشوف بفيديو اليوم المنسف. شو يعني المنسف؟ هاي أكلة أردنية، أشهر أكلة أردنية اسمها المنسف. راح نفوت صفقة لأنس الشيب. أنس الشيب تستهبل على جدنا. مين ما يعرف المنسف يا أخي؟ مين ما يعرف المنسف؟ يرحم أبوك. من المغرب لين باكستان يا أخي افهم. وياكي على أكبر سوبر ماركت موجود في دبي. راح نشتري الأغراض ونروح نطبخ المنسف مع بعض. أول شغلة بدنا نجيبها للمنسف. راح أطبخ بحياتي، وهاي اللي جنبي لأول مرة تطبخ بحياتها. يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني أول مرة تطبخ في حياتك وتسوي لي منسف تصوم علينا. واحد أول مرة يطبخ في حياته يسوي لي اندومي، يسوي لي كذا ناجتس، على الأقل يسوي لي أكل خفيف مش منسف. الطبخة راح تكون معنا فيها تسمم، اللي راح ياكل منها حيتسمم. سامحوني بربي إذا كان فما تسمم، علاش تعملوا في الطبخة أصلا كنت سفر؟ والله فيديوهات يا ربي يا ربي. ماريا هذه دي ما زلنا ما كملناش الدقيقة ونحن واصلين لنا 3 دقائق. والله ما نعرف شو نقول البرك. حسبي الله ونعم الوكيل. يا اخي من الافكار الطفولية متاعهم يا اخي. يلا خلينا نكمل، نحب نوصل الفيديو على الاقل نكمل نصه. هذا منيح. خذي هاي العلبة، يلا حركي حالك يا مالك حطيها. هاي أحسن طريقة تتسوقوا فيها. أخذنا رز وأخذنا زيت، كركم أصفر، فلفل أسود، ورق. تعالوا نجيب لوز. والله معناتها يحبوا يطولوا الفيديو يا اخي كهو يقولوا يلا عملوا المقدمة متاعك المحل هنا حبيبي. بعد شنو نقول؟ خلينا نمشي وهذا ونجيبوا. يحب يطول الفيديو يا اخي. يلا أكيد عنصر الأساسي يعني وانت لحظة سامحني. انا في حياتي صحولي بربي، هل المنسف يجي معاه لوز؟ بربي ما سمعتش فيها في حياتي كاملة لوز مع منسف. معناتها لبن ودجاج وخبز ونسيت اسمه ذاك الفوقة مع لوز ما نعرفهاش هذولا. يعني جميل. شو شكله عجبك في القعدة؟ انزل بسرعة. اوكي هسه شو بدنا نجيب اللحمة؟ بدي لحمة بليز المنسف. قاعدة يعني. واخيرا انطينا خبز اشراك. وهيك بكون جبت كل اغراض المنسف. بعد ما نخلص حساب حنروح على البيت ومن باخذكم جولة في بيتي وبنطبخ المنسف مع بعض. وين؟ يا ربي يطوع يا ربي يطوع ما نامش. يعمل لنا جولة في بيت. وش دخلنا احنا؟ ما نحبوش تعملوا جولة في بيتك. ما نحب برك يطول الفيديو كيف نحب نطوله. يعني امزح. بس خايفة نولع البيت على فكرة. تولع البيت؟ تولع شو البيت؟ في معلومة بحكي لك اياها قبل ما نروح نطبخ، انه شو ما طلعت الطبخة بدنا ناكلها، يعني طلعت مش زاكية محروقة بدك تاكليها غصب عنك. يلا هي وصلنا العمارة هسه زي ما انتم شايفين. هسه رح نطلع على البيت، رح نطبخ المنسف والله يستر. طبعا حبايبي انا قديش صار لي في دبي؟ تقريبا صار لي عايش 3 سنين سامحني مش نطلع في البيت؟ ما هم عايشين نفس الدار. هم اصلا ما عرسوش. معناتها في يد استغفر الله ربي. مرة عملت لكم جولة في بيتي وهاي القصص. بصراحة هاي الشغلات ما بحب أعملها. شوف بدون ما سامحوني عن النقطة اللي فاتت، بدون ما نظلموا أنس ممكن نعرس ولا حد يحب حتى حد يعرف. ميوريش خاتم بتاعه منعرفوش.
اما مبدئيا علاش يعيشوا في نفس الدار هما مش معرسين؟ انا المفروض كان نحن نعرفوا انه هذه ماهيش معرسة بيه، علاش يعيشوا في نفس الدار؟ ماهيش مفهوم. بس بما انه رايحين هسه على البيت فراح اخذكم معي جولة بالبيت. A few moments later. عندي مساعدة بالبيت بتساعدني اسمها ميسي، رح نطبل على ميسي الباب واعرفكم عليها. بعرف انه اسمها غريب بس والله جد اسمها ميسي. دائما بصير احكي لها اذا بتزبطيش الطبيخ فجيب رونالدو بدالك. ميسي افتح. ضحكتنا معناها. اولا ميسي لقبه ميسي، هو اسمه اصلا ميسي كان حسب محمد عنان يقول وكانت قرية معناتها هو اسم ميسي، هو مش اسمه الحقيقي بس اسمه ليو ليو، نسيت اسمه بوه. وبعد ميسي هذيك اسمها اسم حاجة أخرى، أما هو مش ميسي، مش اسمه ميسي. أنا إن شاء الله فهمت. هون عندنا ميسي، هون ميسي ملكة الطبل. ميسي من اثيوبيا بس الحلو فيها بتحكي عربي لانه ما شاء الله ميسي. ميسي أوكي. نقبلوا الاسم ميسي مش تعاون في الطبخ، هما في العنوان جربنا نطبخ منسف انا وماريا، اما ما قالش مع مساعدة مثلا، معناتها قد يكذب على المشاهدين في نفس الفيديو. قبل ما اجت على دبي كانت في لبنان تشتغل وتعلمت اللهجة اللبنانية. احكي لهم لبناني. شو بدي احكي له؟ شو بدي احكي لهم؟ احكي لهم بحبكم. انا بحبكم. واو صم بالله انس الشايب والله. شو عندي اقول؟ بردي ما عمل جيتني قشعرير انا وقاعد نكلم فيكم. ايه على العموم انا انس الشايب قاعد يستغل في استغلال، خاطر اولا اسمها ميسي، انا مش متاكد ان اسمها ميسي ونمشيها اسمها ميسي اول حاجه. ثاني حاجه لماذا علاش ما أنا اوكي في تعلمت لبناني هكا وقول لهم تعلمت لبناني وقول لهم اعطيني جمله بربي تقول جمله خلاص سي يو ليتر. اعملوا لايك شير كومنت. لا ضحكت وبلا شكون حتى المعيز ما يعملوهاش. سمعني انس، ما هذيك هي الضحكه متاعك لازم تعدلها. ربي مخلقكش انت هكاك ضحكتك، ما تنجم تبدلها مثلا. مثلا تنجم تبدلها. ميسي شو اسم هاي اللحمة؟ هاي لحمة قلم. لحمة قلم. ما شاء الله. ما هي اوكي، ما هي مسكينة تتكلم عربي، ما يعني غلم ما قد يستغل فيها، قد يضحك عليه. اخي حرام عليك يا ناس. طبعا زي ما انتم شايفين حطينا الرز بصحن وحطينا اللوز بصحن. سيبوني وقت الطبخ بعد 3 دقائق من الفيديو، معنى الفيديو مفروض يكون 8 لحظة، مفروض يكون 9 دقائق الفيديو، تستهبل. وقطعنا هون البصل وحطينا بعض الصحن كركم، حطينا الملح، حطينا الفلفل الاسود والورق الغار. زي ما شايفين عندنا لحمه هون، قطعتين لحمه مرتبات، وهي جميل السير، وهي خبز الاشراف. والحين راح نبلش باللحمة لأنها تاخذ تقريبا حوالي 3/4 مشان تجهز. طبعا للاسف عندي الطنجره صغيره، ما عندي طنجره كبيره ما بتزبط المنسف. ما شاء الله. معناها اهم حاجه في المنسف ما جبتهاش. كانك تقول شنو باش اجيب مثلا شوكولاته بليش كاكاو، سبحان الله كيك عام. اما انا الحاج طيفه المنسف ما عندك تسيبل، كان شريتها وانتي تعمل في الشوبينج بتاعك. من جاري طنجرتين، شكرا. هاي صار عندنا طنجرتين. يلا هسه شو بدك تعملي ماريا؟ نحمص اللوز. بدنا نحمص اللوز. يلا الله عليكي. الله عليكي مسكي. شو صار معكي؟ حرقت حالها بالزيت. معناتها كان هكا خلي واحدة من أمهاتنا معناها تعلمت الطبخ أحسن بصراحة. تحرقت عادي، تحرقت كيف كل النساء. الحين هذا اللون اللي بدنا نوصل له. اوكي هذا اللون اللي بدنا نوصل له. أو الحين نضيف زيت للرز مشان يضيف لمعة. الحين نضيفه كمان ملعقة كركم عشان اللون. ربي صار تعرف شنو صار الفيديو كيفاش تطبخ منسف. اما اللهم شنو يجيب اسم ماريا، يعني ماريا من عارف اسمه.
الشاب بده يدخل بطبخة المنسف راح نلبس القلفزات. جاهزة؟ جاهزة طبعا. فيديو 10 دقائق. حملها شوية على النار زي ما انتوا شفتوا اللحمة على النار بس تتحمر. نقلبها. نجيبها من الجهة يا ربي يا ربي يا ربي، والله للنجم مع أنس. الله. استنى اللحمة تتحمر. بعد ما اللحمة تتحمر بدنا يا ربي يا ربي، يحب يطول الفيديو هو أكبر مني زي أبوي، يحب يطول الفيديو عليه. إيش معناه؟ حرام عليك، يحب يطول الفيديو. قل استنى، ما ينجمش يعمل بعد مرور 2000 عام، ما ينجمش يعملها هكاكا، ما لا برك يحب يستنى. ما لا مونتاج سيها، أنا مبتدئة، هو غني ما شاء الله 3 سنين في دبي حسب كلامه. ما لا مونتاج ولا فكرة ولا حتى شيء، يحب برك يطول الفيديو. ما 5 دقائق فقرة، ما الحاجة الأساسية ما بين دقيقتين من أو دقيقة حتى. نجيب الصينية بعدين نحط فيه الخبز بعدين نحط الشغلات. وهسا راح ندير المي على اللحمة. هذا الفيديو تحسه، تعرف شنو والله، تحسه فيديو متاع صغار، تحسه فيديو موجه للأمهات البنات الصغار كيفاش تعمل منسف أما بطريقة ترفيهية بس. وهسا بدنا نحط كم قطعة بصل عشان نشيل الزنخ اللي باللحمة. على تطبيخ الشيف بندير الشيف أنس. هون عنا إيه يا ربي، كرنج مش طبيعي. إنا لله وإنا إليه راجعون. بركة شو عندي أقول؟ رح نحطهم على المية اللي باللحمة. نحط الفلفل الأسود، هنحط الورق الغار، هنحط هون ورقة هون ورقة هون ورقة. الله عليك أبو الشايب. مبدئيا أنت سامحني أنس، هذا الفيديو محتوى ولا استعراض قوتك، استعراض بأنك أنا نعرف نطيب، شوف كيف تعمل. إيش بك؟ إيش فيك يا أخي؟ اللحمة بدها عشان تستوي بدها نص ساعة. هسا كل كاسة رز اوكي. كم كاسة مي بدنا؟ طبعا قدر كاسة الرز. لا، كل كاسة رز كاسة ونص مي. هاي 3 كاسات رز، هيك بدنا 4 كاسات مي ونص بكفي. هدول زيادة. أي لحظة بربي اسمع. أعمل الحلقة. طبعا رح نسمي طقم الإخراج اللي معانا ورا معانا خلف الكواليس، فرح ندوقه ورح تاكلوا المنسف غصبا عنكم معانا. هاي وحدة. نص 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 نص. هاي نص، هيك 4 ونص. نحتاج معلقة ملح على الرز. أقسم بالله أنا الفيديو أصلا طول، فلذلك نسألكم متى نراكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.